لما ربنا يلهمك الرغبة في تعلم حاجة جديدة اعرف ان هو اراد ليك ان انت تكسب منها حاجة، مهارة، ماديات، شغل جديد، باب رزق في حياتك، حاجة جديدة هتحصل. بس طالما اتزرعت جواك ما تتجاهلهاش، لا، اديها فرصتها وركز معاها وابدأ اشتغل على ده. نفس الفكر بالظبط اللي ربنا لما أراد ليك استجابة دعاء معين بيلهمك إن أنت تقعد وتدعي، تلاقي مرة واحدة حاسس إن أنت عايز تدعي. هي نفس الفكرة بالظبط، مرة واحدة حسيت إن أنا عايزة أتعلم حاجة جديدة، ولقيت إن أنا مشدود للرسم مثلا أو للفنون. ابدأ اتعلم الفنون، ابدأ اتعلم الحاجة اللي انت قلبك رايح لها او حاسس ان هي هتديك اي طاقة كويسة او هتحصل منها حاجة ايه هي مش عارف. بس ابدأ اتعلمها وابدأ اشتغل على نفسك فيها على قد ما تقدر حتى لو بصورة مجانية. بس اخرج منها وانت مستفاد، اخرج منها يعني اديها فرصتها، اديها يعني اعتبرها كأنها الارم كده، حاجة عملت صوت في دماغك مرة واحدة او سبوت لايت حصل على حاجة معينة. ركز مع نفسك واسمعها، هتلاقي ان انت لا، ربنا بعت لك رسالة اشتغل عليها. انا بشوف ان احنا لو اي انسان معاه ابره او معاه خيط، هو في امكانيه ان هو يبقى خياط، في امكانيه ان هو يصمم، يفصل، يعمل بيزنس، يعمل شغل. فلازم تستغل الحاجات دي، لازم تستغل مهاره وموهبه ربنا اعطاك هي عشان تنتج حاجة معينة، تبقى باب رزق ليك بقى، توظفها في بيتك في أسرتك. عيش حياتك، يعني عيش الفكرة كده واديها مساحة إن هي تنفعك، تعود عليكي بالنفع. فربنا مش بيدينا حاجة كده وخلاص، الضوء اللي بيتسلط على حاجة مش بيكون كده. كل الحاجات دي بتحصل بحكمة. حكمة ربنا أكبر وأشمل وأعمق وأقوى بكتير من أي وجهة نظر لأي إنسان فينا. فركزوا قوي مع سبوت لايت أو أي فكرة بتيجي في دماغك، اديها فرصة إن هي تساعدك.